هذه أجواء التنشيط الصباحي هنا بساحة السوق في اليوم الثالث في المهرجان الدولي للصحراء بدوز. في هذه الساحة تقدم العروض الفرجوية لكافة الفرق المشاركة. هناك أيضا لمسابقة لأجمل ماري، مسابقة لأجمل سلوكي، وترويض الزواحف. هي يعني حرفة أو هواية يعشقها إلا أهل الصحراء رجال التحدي. إذن هذه صورة من المهرجان الدولي للصحراء بدوز في طبعته 54 هنا في دوز كما أشرت. يعني برنامج متنوع، برنامج فرجوي، برنامج يضمن يعني التمسك بالأصالة والاعتزاز بالموروث الثقافي الذي يميز بلد المرزيق الذي نقاسمه فيه نحن كجزائريين، خصوصا سكان الحدود والجنوب على وجه الخصوص. نذكر بأن أزيد من 10 دول شقيقة وصديقة شاركت في هذه الطبعة على مدار 4 أيام من خلال العرس التقليدي، العكاظية الشعرية، الشعر، السهرات الليلية، وعديد يعني المحطات واللوحات التي يعجب بها الزوار والقاصدين بهذا المهرجان أيما إعجاب. أيضا هناك فقرات تنشيطية للأطفال حتى يكون كامل شرائح المجتمع ممثلة ومعنية بهذا المهرجان. وسائل الإعلام أيضا حاضرة بقوة، الإعلاميين الهواة، الإعلام المكتوب، السمعي، البصري، وكذلك الإذاعي والإلكتروني. فرق شاركت من الجزائر على غرار الفرقة الفلكلورية من بئر العاتر، وفرقة أيضا فلكلورية أخرى من منطقة لاغمة بولاية ميلا.